اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ رجعت لكم مقطع جديد. اول شيء طبعا اعتذر عن الغياب الطويل هذا عن القناة، تقريبا شهرين ما نزلت ولا مقطع، بس يعني كسلت شوية وصار ماني نفسي انزل اي شيء. بس ان شاء الله الان راجعين وبقوة. رسميا الأهلي السعودي يعود لمكانه الطبيعي، يعود لدوري روشن بعد فوزه على هجر 2-1، ويؤكد صعوده قبل 4 جولات من انتهاء دوري يلو أو دوري الدرجة الأولى. الأهلي أحد أعمدة الرياضة السعودية، الأهلي نادي كبير جدا في المملكة العربية السعودية، وطبعا صعب جدا إنه يغيب أكثر من كذا عن الدوري السعودي. من يوم ما هبط الأهلي إلى دوري يلو، وجمهور هذا النادي الكبير في حالة صدمة وحزن وغضب شديد، لدرجة إنه في بعض من مشجعين النادي الأهلي ماتوا أو توفوا بسبب هذا الخبر الصادم. وأنا أقول لك كمان إنه أنا متأكد إن في مشجعين من الأندية الأخرى زي الاتحاد والنصر والهلال وحتى الشباب اللي هبط الأهلي وباقي الأندية زعلانين لأنه الأهلي هبط. ليش؟ لأنه كلهم يعرفوا إنه الأهلي مو إضافة كبيرة للدوري، الأهلي هو أحد الأندية الأساسية في هذا الدوري، فأكيد يعني حيخسر الكثير من جماله وقوته. بالنسبة لجمهور الأهلي، جمهور الأهلي من يوم ما هبط النادي إلى الآن وهو يحضر ويساند ويدعم الفريق بكل ما يملك. هذا الجمهور العظيم كان يعبي الملعب، سواء كانت المباراة على أرض الأهلي أو خارج أرض الأهلي. جمهور الأهلي جمهور عظيم، جمهور كبير، جمهور مستحيل يسيبوا ناديهم. وطبعا ما ننسى إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، وأيضا كمان تيسير الجاسم. هذول الاثنين أحد أكبر أسباب عودة الأهلي صراحة، من يوم ما مسكوا النادي وهو يتحسن أكثر فأكثر، وإن شاء الله نشوف الأهلي في الموسم القادم بشكل أقوى وأفضل. وطبعا المدرب بيتسو موسيماني اللي من يوم ما جاء الأهلي والأهلي يتحسن بشكل واضح وكبير، رغم انه هذا مدرب عليه انتقادات كثيرة، ولكن لازم نشكره لأنه هو اللي رجع الأهلي لمكانه الطبيعي. وأنا كمان أبغى أتكلم عن رياض بودبوز لاعب الأهلي. رياض بودبوز لاعب ترتاح لما تشوفه يمسك الكورة. رياض بودبوز رغم عدم جاهزيته في بداية الموسم، ولكن كان يقدم مستويات كبيرة جدا. رياض بودبوز لما يمسك الكورة ليش ما تخاف؟ لأنك تعرف إنه رياض بودبوز يعرف فين حيلعب الكورة، فين حيناول الكورة، كيف يشوت، كيف يعرض. لاعب ذكي ما شاء الله تبارك الله. طبعا في النهاية الحمد لله على السلامة للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. وهذا مقطعنا بشكل كامل، إن شاء الله تكون استمتعت بالمقطع. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه. وشكرا للمشاهدة، مع ألف 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 سلامة.